هذه الرسالة إلى القلب الذي يبتسم أمام الناس ويبكي حينما يختلي بنفسه، إلى كل من نام دموعه على وسادته ولم يجد من يفهمه أو يحتويه. رفقا بنفسك يا أخي أو أختي، ما تمرون به مؤقت مهما طالت المدة، فالحزن مهما اشتد لن يبقى إلى الأبد. الله يعلم ما في قلبك ويسمع كلامك ويسمع ما لم تستطع قوله، إنه يعلم الجهر وأخفى، إنه عليم بذات الصدور، يرى ضعفك ويحتويك بلطف حتى وأنت أو أنت لا تشعر. لا تيأسوا، لا تيأسي أختي ولا تيأس أخي، فربك لا ينسى ولا يهمل ولا يترك عبده ولا يضيع من لجأ إليه. فالفرج قد يكون أقرب مما تظنون، والفرحة التي تنتظرها قد تكون في طريقها إليك. لا تستعجلوا، اجعل قلبك أو قلبك معلقا بالذي لا يخيب من دعاه، وادعو في سجودك: يا رب، أعلم أن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه ليست مجرد آية، بل هي وعد رباني بأن كل عسر سيتبعه يسر، وكل وجع بعده جبر، وكل هم بعده فرج. لا تستسلموا، لا تدعوا الحزن يسرق أنفسكم، حتى ولو شعرتم أنكم ضعفاء، أنتم في عين الله أقوى. حتى ولو ظننتم أن الحياة لا تتغير، الله يغير من حال إلى حال في لحظة، كما جرى مع سيدنا يوسف. البارحة كان بالسجن وغدا كان عزيز مصر. الله لا يخذل عبدا لجأ إليه، ولا يكلف نفسا إلا وسعها، والله يحب الصابرين. فكونوا صبورين ولا توقفوا عن الدعاء حتى ولو طالت المدة، لأنكم لا تدرون، لعل الدعوة التي بقيت سنوات تستجاب في لحظة ويتغير المشهد كله. فاللهم اجبر كسر قلوبنا وبدل همنا سعادة، واغمرنا بعوض من عندك لا يخيب. إذا أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علي بلايك والاشتراك في القناة، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والسلام عليكم.